نظمت جامعة روجافا في قامشلو ورشة عمل بمناسبة يوم اللغة الكردية المصادف ل15 من أيار من كل عام، وهي الذكرى 94 لصدور مجلة هوار التي تحتفل بها كيوم اللغة الكردية. وشارك في الورشة عشرات من المعلمين من هيئة التربية والتعليم وأعضاء من مؤسسة اللغة الكردية وأساتذة وطلبة من جميع أقسام جامعة روجافا. وبدأت الورشة بدقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء، حيث ناقشت 3 مواضيع رئيسية في ورشة العمل، وهي واقع اللغة الكردية في روجافا كردستان، وثانيا استعادة مكانة ومجد الأدب الشفهي الكردي، وأخيرا النشر باللغة الكردية في روجافا كردستان. ثم هنأ القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية جنرال مظلوم عبدي جميع الطلبة والمعلمين بمناسبة يوم اللغة الكردية من خلال مقابلة مسجلة، وأكد على ضرورة حماية اللغة الأم وإدراجها في الدستور السوري كلغة رسمية. واختتمت ورشة العمل بنقاشات بين الطلبة واللجنة التحضيرية المنظمة.